بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أوريكم طريقة جيدة لتحجيل الفراخ وتفادي رميهم من طرف الأم. كما راكم تشوفوا خاوتي، هنا غلفتهم بشريط طبي سبارادرا، غلفتهم بسبارادرا، ومع ذلك رماتهم لتحت. عاود طلعتهم العش أكثر من 4 مرات، كل خطرة نعاود نرجعها. واش راح نديرو خاوتي دروك؟ بقات لي في يومي بقات لي نهار انايا، لكن ننصح خاوتي هذه الطريقة يديروها عندما تبني الأنثى العش قبل أن تبيض، باش تتعود على الخواتم هذه في العش. واش نديرو خاوتي؟ هاني هذا خيط نحيته من العش، واش راح نديرو؟ نربطو الخاتم الأول، هنا نربطو الخاتم الأول كما ترون. ها الخاتم الأول، وبعد ذلك الثاني. أنا عندي فرخين، اللي عنده 3 فراخ ولا 4 فراخ ماشي مشكل، يقدر يدير 2، يقدر يدير 1، يقدر. المهم الهدف من هذا أنه الأنثى تتعود على هذه الخواتم، لأنها سوف تريد نزعها. تبقى لا فيمال تبغي تقلع هذو لي باق، لكن ما تقدرش، لأنه غادي نربطوهم في أطراف العش ونخليهم، مهما راح دير لا فيمال وما راحش تنحيهم. كما ترون إخواني، سوف الآن نقوم بربطهم في العش. كما ترون هنا راني ربطت هنا وحدة وهنا وحدة. شوف هنا تبقى لا فيمال تنحي ما تقدرش، راح توالفهم وتخليهم. صي خاوتي، هذه الطريقة من الأحسن ديرها كي تبني الأنثى العش قبل أن تبيض، لكي تتعود على هذه الخواتم محيطة بالعش. كي دير الخواتم الليجان صيبهم، ما تبقاش تنحي، ولا راه تشوف فيهم يوميا قدامها، ما تخلعوهاش. علاش تنحيهم لا فيمال؟ علاش تنحيهم؟ ولا دي فوا ترفد ولادها من رجلين وتطيشهم. لا فيمال هذه هي الغريزة تاعها، اي حاجه تلقاها في العش ممكن ديرونجي ليجان تنحيها. تلقى اي حاجه، هي كي تشوف هذو في الرجلين نتاع الجان تهزها على اساس باغي تنقي العش برك، لكنها ترفد ولادها بلا ما تفيق وتطيشهم ولا تنحي لهم لي باك. صاي خاوتي، دير 2 ولا 3 ولا 4، قادر ديرهم بهذا بالشريط الطبي، وقادر ديرهم كما راهم عادي باللون تاعهم العادي باش توالفهم الأنثى. وإلى موضوع آخر إن شاء الله.